بدء من الشاعر سيف صالح العجي أبو فهد، مرسلة للشاعر العملاق أبو صقر الزعل بمناسبة حفل تكريمه على مسيرته الشعرية. تلبية اللحن لطلب الأخ الغالي سنحان توفيق العرقبال. نستمع البدء ثم الجواب. أداء الشاعر أبو زياد عليه السلام. يستاهل ابن الزعل والله يستاهل إنه يكرم ويبقى فارس الميدان، شعر محنق قابل مقدم عقل، إنسان وافي وجمل بل أعز إنسان، ونعم باب صقر ذي هو سيد الزمل وسيد الشعر في حجاج والألحان، شعر مناطح والهاجس قوي كامل، عملاق بدع يحكم شوكة الميزان، استوذن الفضل اللي علم الجهل وصاحب الكفو ذي قوله وفعله بان، بعكس من يركب التهم وهو غافل ويشوف نفسه مميز مثل شاروخان، متكلم الصدق لا نافق ولا جمال، وقول ابو صقر يستاهل حداق العيان. جواب الشاعر ابو صقر. يا مرحبا والفحية ضيفي الواصل، ترحيب ذا يسمعوا به بني ظبيان، لكل ما جار حمل جاب ليها جال، وطفى بقيفانه النيران والدخان، الود هذا طوال العمر ما تبادل، لا يمكن أن صار فاقي طولة الأزمان، ومحرم العزة كله مجلسه داخل، في القلب ذي قدرهم كاللول والمرجان، القلب نحو الجمال المن يبه مايل، الله يبيض وجه أصحابي الشجعان، ما اريد اشوف حد لا غاثي ولا زعل، وشي ساعة في ردي للمسيب احسان، شوفني قد اصبحت خازي مستحي خجل من ذا الخفا وهو هذا الجود والعرفان، الله لا حمل أحد منكم باطل، والعفو منك على التأخير والحملان.